اللي حضرتك شايفه ده هو التلاعب الحقيقي، أخطر وأهم عملية تلاعب في يوم التداول، وبيسمى بمانيبيوليشن. طيب اللي بعده، اللي حضرتك شايفه ده نموذج باور اوف 3، وده بيتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى accumulation، واللي شرح لها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، لازم تتفرج عليها. والمرحلة التانية هي manipulation، وده موضوع حلقتنا النهاردة. هنعرف يعني إيه manipulation أو التلاعب، إيه هو التلاعب الحقيقي، وإزاي دي تعتبر أخطر وأهم مرحلة في يوم التداول، وإزاي بتحصل المرحلة دي من مراحل باور اوف 3، وإيه هي شروط التلاعب، وهل التلاعب نوع واحد ولا ليه أنواع مختلفة. الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، يلا بينا نجاوب عليها. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم اتبعوا المرسلين. السلام عليكم يا شباب. زي ما انتم عارفين، أنا بدأت سلسلة باور اوف 3 بشرح الباور اوف 3 المتقدم وفقا لمنهجيتي الخاصة. أكيد كلكم تعرفوا النموذج ده، وأنا كنت من الناس القديمة اللي درست الباور اوف 3، واللي في الحقيقة نتائجه صدمتني جدا، وقررت أخصص نفسي ليه. وفي الوقت ده النموذج كان بسيط جدا، وما كانش فيه حد مهتم بيه، وكان شبه محدش يعرفه. وبرغم إن نتائجه صدمتني، إلا إني انعزلت مع نفسي سنين وطورته بنفسي، وأنا المطور الرسمي للنموذج ده. وعشان أكون صريح معاكم، أنا لسه لحد دلوقتي ببدأ، لأن اللي عندي مش قليل. إن اللي أنا طورته عن الباور اوف 3 مش مقتصر على إنه نموذج، بل بالعكس هو مدرسة كاملة. وعشان يبان لكم إني مش بقول أي كلام، كلها مسألة وقت بس. وعشان أكون واضح، أنا مش هقدر أنزل كل اللي عندي عن الباور اوف 3، لكن ما تقلقوش، أنا هنزل كل اللي يفيدكم، ومش هبخل عليكم بحاجة. بالعكس، بعد ما أنزل كل اللي يفيدكم عن الباور اوف 3 المتقدم، انتم بنفسكم هتختاروا اللي يناسبكم، وده اللي أنا بساعدكم بيه بعد كده. وبالفعل أنا بدأت ونزلت حلقتين من سلسلة باور اوف 3 المتقدم. ولو انت جديد، لازم تشوف وتدرس كورس باور اوف 3 التمهيدي قبل ما تكمل معايا في السلسلة المتقدمة. الكورس التمهيدي عبارة عن 13 حلقة. نرجع لموضوعنا، وهو أهم وأخطر مرحلة في يوم التداول، بل في الأسواق كلها، وهي مرحلة التلاعب manipulation. إيه هو التلاعب الحقيقي، وإزاي بتحصل المرحلة دي ضمن مراحل باور اوف 3، وإيه هي شروط التلاعب. وعشان تكون فاهم كويس، مرحلة manipulation مش نوع واحد بس، هي 4 أنواع. مش بمعنى أن التلاعب فعليا 4 أنواع، لكن أنا بشرح ال4 أنواع اللي فعلا هتطور مستواك. والسؤال الأهم من كل اللي فات، إزاي أقدر أتجنب مرحلة التلاعب دي عشان أدخل مع الحركة الحقيقية. الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، يلا بقى نجاوب عليها. إيه هي مرحلة التلاعب، وأهم مرحلة في يوم التداول؟ عشان نكون واضحين، باور اوف 3 بيتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى accumulation، ودي 4 أنواع شرحتهم في حلقة أنواع التجميع في السوق، لازم تتفرج عليها. المرحلة الثانية manipulation، والمرحلة الثالثة distribution. المرحلة اللي هنشرحها النهاردة بالتفصيل هي مرحلة manipulation، وكمان هنربطها مع distribution لأنها متصلة بيها، واشرح لك إزاي كمان شوية. دلوقتي هنشرح مرحلة manipulation وال4 أنواع منها، وبعدها هنربطها بآخر مرحلة وهي distribution، اللي بتمثل التوسع في الاتجاه الحقيقي. السؤال الأهم، إيه هي مرحلة manipulation؟ زي ما قلت، بعد accumulation بتيجي مرحلة manipulation. وعلى الرغم إن مرحلة accumulation فيها نوع من التلاعب وفخ للمتداولين، إلا إن ده ما يقارنش بالتلاعب اللي بيحصل في المرحلة التانية. عزيزي المشاهد، مرحلة التلاعب التانية من باور اوف 3 ما تجيش حاجة جنب اللي بيحصل هنا. عمرك سألت نفسك ليه لما تكون متأكد إن تحليلك صح تدخل الصفقة، السوق يضرب لك وقف الخسارة، وبعدها السعر يمشي في نفس اتجاه تحليلك؟ ده هو التلاعب اللي أنا بتكلم عنه. إيه هو التلاعب الحقيقي في الأسواق المالية؟ ببساطة، الشمعة اليومية بتمشي على 3 مراحل. المرحلة الأولى accumulation، التجميع، وده اتكلمنا عنه قبل كده. المرحلة الثانية manipulation، التلاعب. وعايزك تكون فاهم إن مرحلة التلاعب هي من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس تخسر، لأن السوق كله بيتحرك حواليها. والمرحلة دي ليها 4 أنواع مش نوع واحد، وده اللي هنبدأ نشرحه دلوقتي. النوع الأول Original Manipulation، التلاعب الأصلي أو التلاعب الكلاسيكي العادي المتعارف عليه. الباور اوف 3 بيتم عن طريق 3 مراحل. المرحلة الأولى
accumulation. نفترض إن السعر عمل accumulation وبيعمل تجميع عادي زي ما هو واضح قدامك في الصورة. بعدها تيجي المرحلة التانية وهي مرحلة المانيبيوليشن، التلاعب الحقيقي. في المرحلة دي في أنواع كتير من التلاعب، وهنتكلم عن 4 أنواع. والنوع الأول منها بيكون تلاعب عادي زي المتعارف عليه. السعر بيعمل تلاعب للأسفل أو للأعلى، والتلاعب ده بيكون بحركة سريعة جدا. الهدف منها يوهم المتداولين إن السعر هابط بقوة. التلاعب ده بيوصل لمنطقة اهتمام، ومن عند منطقة الاهتمام السعر بينعكس فورا للصعود، لأن المؤسسات هنا حققت أهدافها من التلاعب. ومن أهداف المؤسسات إنها توهم المتداولين إن السعر هابط وتحطهم على الجانب الغلط. وبعد ما المؤسسات أوهمتهم بالهبوط، السعر يوصل لمنطقة الاهتمام وبينعكس فورا للصعود. خصائص النوع ده من التلاعب 2 من الخصائص بتميزه عن غيره. الخاصية الأولى، بعد مرحلة accumulations السعر بينزل للأسفل، يعمل حركة تلاعبية بتخدع وتتلاعب بمشاعر المتداولين وتحفزهم نفسيا إن الاتجاه هابط. والحركة دي بتكون سريعة جدا، لأن في الوقت ده المؤسسات بتحب تغير الاتجاه بسرعة وما تديش فرصة للمتداولين إنهم يدركوا أو يفسروا اللي بيحصل. الخاصية التانية، المرحلة دي لازم تكون مدعومة من مناطق اهتمام على الفريم الأعلى. إزاي؟ على سبيل المثال تبدأ تحدد منطقة الاهتمام على فريمات عالية وتربط الفريمات ببعض عشان تعرف التلاعب الحقيقي هيحصل في الأعلى ولا في الأسفل. أنا كنت عملت حلقة منفصلة عن إزاي تربط الفريمات عشان تحدد الانحياز صح، تقدر تتفرج عليها بعد الحلقة دي، هسيبها لك في الوصف تحت. بعدها خلاص اتفقنا إننا حددنا مناطق الاهتمام على فريمات عالية زي اليومي وال4 ساعات، ونفترض إننا فتحنا فريم 5 دقايق وموجود قدامنا مرحلة الأكيوميوليشن. هننتظر مرحلة المانيبيوليشن، ولو اتجاهنا صاعد المؤسسات بتتلاعب للأسفل بسرعة كبيرة وبتخفض السعر عشان توهم الناس إن الاتجاه هابط، وفجأة السعر بينخفض بسرعة، وفي الوقت ده الناس بتتحفز جدا إنها تبيع، وفعلا بيبيعوا، وده هدف المؤسسات. الناس اللي باعت عند القاع بتحط استوباتها عند قمة التجميع، والمؤسسات بتوصل لمنطقة الاهتمام اللي حددناها في البداية. من هناك المؤسسات بتنعكس فورا وتبدأ المرحلة الثالثة وهي distribution، التوسع في الاتجاه الحقيقي. وهنا المؤسسات غيرت اتجاهها من الهبوط للصعود بعد ما تلاعبت بمشاعر المتداولين وحطتهم على الجانب الغلط. وهنا ركز معايا، فاكر لما قلت لك الناس اللي بتبيع عند القاع بتحط استوباتها عند قمة التجميع؟ هنا المؤسسات بتصعد في مرحلة الديستريبيوشن وبتستهدف استوبات الناس دي، وبتكمل صعودها للأعلى بتستهدف القمم القديمة زي قمة اليوم السابق أو قمم الجلسات السابقة، وطبعا ده كله حسب الاتجاه. النوع الثاني من أنواع التلاعب، ويمكن أخطرهم بالمناسبة، هو false break manipulation، تلاعب الاختراق الكاذب. ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا. النوع ده شبيه بالنوع الأول مع إضافة بسيطة. نفترض إنه حصل تلاعب بعد التجميع زي ما هو واضح في الصورة قدامك. تمام، المؤسسات عملت تلاعب وخلاص السعر بدأ ينعكس للصعود، السعر بيصعد شوية. وهنا ركز معايا عزيزي المشاهد، شايف قاع التلاعب ده؟ في المرحلة دي انت كمتداول باور اوف 3 واثق ان السعر هيصعد بقوة، وفجأة تتفاجأ ان السعر رجع يخترق قاع التلاعب، وبالفعل السعر بيخترق قاع التلاعب، وبعدها المؤسسات تنعكس للأعلى بقوة زي ما كنت متوقع. الهدف من كده حاجتين مهمين جدا. الهدف الأول زي ما قلنا، بعد مرحلة التلاعب في ناس اتحفزت نفسيا تبيع عند اختراق القاعدة، وده هدف المؤسسات. أما الهدف الثاني فهو إن بعد مرحلة التلاعب الناس بتحط استوباتها عند قمة التجميع، فالمؤسسات عايزة تأكد للناس اللي دخلوا بيع إنهم صح، فتعمل إيه؟ ترفع السعر تدريجيا بشكل تصحيحي وبعدها تنزل تخترق قاع التلاعب. وهنا الناس اللي كانت واثقة في الاتجاه الصاعد وداخلة شراء من قاع التلاعب بتتشال استوباتها. فاحنا هنا فهمنا دلوقتي النوع الثاني من أنواع التلاعب، بس استنى اللي جاي أثقل وأغرب وهينور عقلك لحاجات ما كانتش في حساباتك ولا تعرف عنها حاجة، وهتكلم عنهم كمان شوية. خلينا بس نكمل النوع الثاني. طيب، إزاي تتجنب كونك متداول باور اوف 3 وتتفادى فخ التلاعب ده؟ أولاً خليك عارف إن النوع ده بيتكرر معاك بكثرة،
وعشان تتجنب النوع ده من التلاعب والوقوع في الفخ خدها قاعدة كمتداول Power of 3 مفيش دخول صفقات بدون SMT. ال SMT هي من أفضل الأدوات اللي بتكشف ليك النوع ده من التلاعب، كنت شرحتها في كورس Power of 3 التمهيدي، اتفرج عليها بعد الحلقة دي. طيب إزاي برضو تتجنب النوع ده من التلاعب والفخ؟ حاسس إنك ما فهمتش؟ طيب ركز معايا، خلينا نتفق إنك اتعلمت ال SMT، تمام؟ ال SMT بيكون بين زوجين بيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه. عندك هنا في الصورتين زي ما هو ظاهر قدامك السعر هنا عمل تجميع، وهنا برضو عمل تجميع وبعدها عمل تلاعب للأسفل، وهنا كمان عمل تلاعب للأسفل لحد هنا، تمام؟ هنا في الصورة على يمينك صاعد شوية وصحح للأعلى، وهنا على شمالك نفس الكلام صحح للأعلى، لكن هنا على يمينك كسر قاع التلاعب، وهنا على شمالك حافظ على قاع التلاعب، وهنا حصل عندنا SMT. وفي اللحظة دي كمتداول Power of 3 تقدر تدخل بأمان. وده هو النوع الثاني False Proxy Manipulation، تلاعب الاختراق الكاذب. النوع الثالث من أنواع التلاعب وهو Layered Manipulation Trap، فخ التلاعب متعدد الطبقات. خلينا نفترض إن حصل عندك تجميع بأي نوع من أنواع التجميع اللي شرحناهم الحلقة اللي فاتت، مش هتفرق كتير. نفترض إن حصل عندنا تجميع وبعدها تلاعب، تمام؟ هشوف هل التلاعب ده وصل لمنطقة اهتمام على فريم عالي ولا لأ. لو لسه ما وصلش السعر مش هينعكس، لأ، السعر هيدخل في حركة تانية، وهي إنه هيعمل accumulation تاني، لأن السعر لسه ما وصلش لمنطقة الاهتمام. فأنت كمتداول مبتدئ في الباور اوف 3 هتشوف إن السعر هينعكس لأنه عمل تلاعب، لكن لأ، السعر ما وصلش لمنطقة اهتمام، فتبدأ المؤسسات تعمل accumulation تاني. وزي ما شرحت لكم في الحلقة السابقة، الأكيوموليشن نوع من أنواع الفخ والتلاعب. بدل ما المؤسسات تروح مباشرة لمنطقة الاهتمام وتنعكس، هي مش بتحب تبقى مكشوفة، دايما لازم تدوخك كده. فبعد التلاعب ولسه ما وصلوش لمنطقة الاهتمام يدخلوا في مرحلة أكيوموليشن تاني زي ما هو واضح قدامكم. وغالبا بيحصل التجميع ده تاني لما يكون قدام السعر أخبار قوية زي NFP أو CPI. بعد ما يدخل في مرحلة accumulation تاني يبدأ يعمل مرحلة تلاعب مرة أخرى إلى منطقة اهتمام على فريم عالي. وخلي بالك النوع ده بيقع فيه ناس كتير وبيخسروا بسببهم زي ما واضح قدامكم. وبعد ما يوصل السعر لمنطقة اهتمام بيدخل في المرحلة الثالثة والأخيرة وهي distribution، التوسع في الاتجاه الحقيقي زي ما واضح قدامكم في الصور، ركزوا فيها كويس. وأحيانا السعر هيعمل تجميع بعد التلاعب من غير ما يعمل تلاعب مرة تانية، يعني أحيانا يعمل تجميع وينطلق في الاتجاه مباشرة من غير ما يرجع يعمل تلاعب تاني. وهنا السؤال، إزاي أتأكد إنه فعلا مش هيعمل تلاعب تاني؟ هما شرطين بس مفيش غيرهم. الشرط الأول إن التلاعب فعلا يكون وصل لمنطقة اهتمام على فريم عالي زي ما اتفقنا، ويعمل تجميع عادي وينطلق في الاتجاه من غير ما يعمل تلاعب تاني للأسفل. الشرط التاني إنه يعمل SMT مع الزوج المتشابه معاه في الحركة، يعني السعر يعمل تجميع تاني بعد مرحلة التلاعب ويحافظ على قاع التلاعب الأولاني، وبعدها تبص للزوج التاني اللي بيعمل معاه SMT وتلاقي إن فعلا السعر عمل تجميع تاني بعد التلاعب بس محافظ على قاع التلاعب، وفي الزوج التاني عمل تجميع لكنه اخترق قاع التلاعب. هنا أصبح عندنا SMT وتقدر تدخل الصفقة بأمان وانت مطمن. أنا قلت لك إيه قبل كده؟ لو دخلت صفقة من غير SMT فاعلم إنك سيولة. تمام؟ وصلت؟ تمام. اللي بعده النوع الرابع والأخير، وهو صعب وانصح محدش يتداول في ظروفه، لكن أنا بشرحه عشان تتجنبوه، أو لما توصل لمستوى متقدم وفاهم كويس ساعتها تقدر تتداول عليه عادي، وهو Bleeding Manipulation Trap، فخ التلاعب بالنزيف، يعني بيستنزفك. النوع ده بيبدأ بالمرحلة الأولى من Power of 3 وهي Accumulation، بعدها المرحلة التانية وهي Manipulation، التلاعب. حضرتك هتقول لي حلو؟ هقول لك لأ، مش حلو، لأن فعلا المرحلة التانية اكتملت وانت كمتداول الباور اوف 3 منتظر المرحلة الأخيرة وهي Distribution، التوسع في الاتجاه الحقيقي. لكن هنا هيواجهك مشاكل مع النوع ده لأنه صعب وظروفه معقدة،
لأن بعد اكتمال المرحلة التانية السعر بيصعد شوية يصحح وبعدها يهبط للأسفل ويخترق قاع التلاعب. تمام، انت ممكن تقول حصل SMT وتدخل تاني وفعلا السعر يصعد تاني، لكن قبل ما يوصل لقمة التجميع ينعكس للأسفل ويخترق القاع الجديد وينعكس بالكامل للأسفل زي ما واضح قدامك هنا. وانت كمتداول باور اوف 3 هتحس باليأس، لكن اللي حصل هنا إن المؤسسات شايفة إنه لسه في سيولة تانية تحت محتاجة تاخدها عشان تصعد بقوة، وفعلا يهبط السعر للأسفل ويخترق القاع الجديد وينزل ياخد السيولة، وهي بتكون مناطق اهتمام على فريمات عالية. أول ما يوصل لها السعر ينعكس فورا للصعود بقوة ويستهدف كل القمم اللي سابها وراه. النوع ده بيحصل أحيانا في أيام العطلة الأمريكية أو الأيام اللي ما فيهاش أخبار، حتى لو أخبار متوسطة، ويظهر قدامك الباور اوف 3 كده بالشكل ده، وتشوفه من بعيد تحس إن الحركة كلها عرضية بالكامل. وعشان تتجنب إنك تقع في الفخ ده اتأكد إنك فعلا رابط الفريمات زي ما شرحت لك في كورس باور اوف 3 تمهيدي سابقا، وحدد مناطق الاهتمام على فريمات عالية زي الأسبوعي واليومي والأربع ساعات عشان تبقى مطمئن، زائد إنك تتجنب الأيام اللي ما فيهاش أخبار. خليك متداول باور اوف 3 نظيف ومنضبط وماشي بخطة مش بعشوائية. وطبعا كل الأنواع اللي شرحتها في الاتجاه الصاعد هي نفسها في الاتجاه الهابط. مستني أشوف تطبيقاتكم على الحلقات دي وتبعتوها لي على قناة الدردشة التعليمية على تليجرام. ولو انت طالب جديد منضم معانا أهلا وسهلا بيك، شرفتني ونورتني. انضم لينا على قناة الدردشة التعليمية على تليجرام، وقناة التليجرام بشارك فيها كل التحديثات الجديدة وبشارك فيها تحليلاتي. أسيب لك الروابط في الوصف تحت. وتابعوني على انستجرام، قريب جدا هشارك فيها فيديوهات قصيرة وجديدة، ولو محتاج أي مساعدة كلمني على انستجرام. طيب تمام، دي كانت حلقة أنواع التلاعب. لو أتقنت أنواع التجميع accumulation وأنواع التلاعب manipulation مستواك هيتطور جدا في باور اوف 3. في تليجرام شاركت معاكم تحليلات للباور اوف 3 المتقدم وشفتوا قد إيه هي قوية. فاللي أقصده هنا إن اللي أنا شرحته في أنواع التجميع الأربعة وأنواع التلاعب الأربعة لو أتقنتهم فعلا أنتظر منك رسالة بتشكرني فيها إني كنت سبب في نجاحك في المجال. مش معنى كده إني بجبرك تشكرني لا طبعا، أنا بهزر معاكم، انتوا المجتهدين وأنا فخور بمجهودكم جدا. وفعلا في طلاب عندي حققوا نجاحات كويسة جدا، لدرجة إن من حوالي أسبوعين تقريبا طالب عندي بعتلي بيشكرني على أول سحب لي من شركات التمويل. فأنا في اليوم ده كنت سعيد جدا لدرجة إني حسيت إن أخويا هو اللي نجح، وفرحت له جدا ودعيت له بالبركة طبعا. وكلكم إخواتي وأنا بحبكم في الله. وطبعا ده جزء صغير من النجاحات اللي طلابي حققوها، وكتير من الرسائل اللي بتجيلي إنهم حققوا نجاحات، وأنا فخور بيكم جدا. وكل ده من الكورسات اللي بعملها والكتب اللي أنشأتها، وكل ده مجاني تماما بالكامل. سلسلة الباور اوف 3 المتقدم اللي بشرحها هي منهجيتي الخاصة، ولا يحق لأي شخص نسبها لنفسه. محدش علمني الحاجات دي، أنا اللي اكتشفتها بنفسي خلال خبرتي في السنوات اللي فاتت. قبل ما أتكلم عن الباور اوف 3 المتقدم كنت بشتغل بيه في صمت، ودلوقتي بخرج ليكم منه جزء يفيدكم ويطور من مستواكم، ومتأكد إن مستواكم هيتطور جدا بعد السلسلة دي. تعال ناخد أمثلة على الرسم البياني أو الشارت عشان الأمور تبقى واضحة معاك وتخرج من الحلقة فاهم كل حاجة، وكمان عشان تعرف تطبق بنفسك لما تيجي تحلل. ما تنساش لو وصلت لحد هنا تعمل لايك، ولو جديد اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان تتابع معايا الكورس كامل. يلا بينا نطبق عملي، وفيه مفاجأة هتعجبكم هقولها في نهاية الفيديو. يلا بينا نشوف أمثلة عملية. تمام، احنا هنا دخلنا على تريدنج فيو على زوج الباوند دولار على فريم 15 دقيقة. في مثال هنا كده لأول نوع من أنواع التلاعب، خلينا نحدده مع بعض عشان نعرف هو أنهي نوع بالظبط. هنا لو تلاحظ accumulation تجميع، نحدده زي ما هو واضح قدامك ونكتب الاسم عشان يكون واضح قدامنا.
accumulation. بعدها حصل تلاعب manipulation اللي اسمه original manipulation. النوع الأول اللي شرحته زي ما قلت إنه بيكون تلاعب، بعدها توسع من غير ما يضرب القمة أو القاع. تمام؟ لازم نفرق صح. النوع ده بعد ما السعر يعمل تلاعب بينعكس على طول وبيحافظ على القمة أو القاع، ولسه هنشوف باقي الأنواع دلوقتي بشكل عملي. خلينا نكمل الأول بعدها نشوف اللي بعده. هنا بعدها حصل توسع في الاتجاه الحقيقي وبيسمى distribution. المهم إنه هبط بعد مرحلة التلاعب بقوة. هتلاقي هنا لو أنت مثلا عاوز تدخل صفقة بالنوع ده هتلاقي السعر عمل لك imbalance fair value gap. السعر لما هبط بقوة رجع عمل تصحيح وهبط بقوة منها. طبعا مرحلة الدخولات بالباور اوف 3 مش دلوقتي، لكن بشرح لك سبب الدخول هنا عشان تكون فاهم كويس، وأنا يهمني إنك تطلع من الحلقة فاهم. تمام، هو ده النوع الأول اللي بيحصل من أنواع التلاعب اسمه Original Manipulation. النوع المتعارف عليه وشرحته كتير قبل كده وشرحته تاني عشان تكون فاهم والفكرة توصلك أوضح. تعالوا نشوف النوع التاني وندور على مثال عملي للنوع التاني من أنواع التلاعب. عندنا هنا أهو نوع تاني من أنواع التلاعب، هقولك اسمه دلوقتي بس خلينا نحلل الأول. عندك هنا تجميع Classic Accumulation شرحناه في الحلقة السابقة، نكتب عليه Accumulation عشان يبقى واضح معنا. بعد مرحلة التجميع الطبيعي بننتظر مرحلة التلاعب هنا للأسفل، وفعلا حصل هنا تلاعب نحدده. والطبيعي إنك كمتداول باور اوف 3 هتكون متوقع المرحلة الثالثة، لكن هتلاقي إن السعر لسه موصلش لمنطقة اهتمام واضحة، والسعر يدخل في مرحلة accumulation تاني. وغالبا المرحلة دي بتحصل لو السعر مستني أخبار تأثيرها عالي، بعدها السعر يهبط للأسفل. وهنا ركز كويس، السعر هيهبط للأسفل مرة تاني يعمل تلاعب، يروح لمنطقة اهتمام على فريم عالي وينعكس فورا للأعلى. فلازم تكون فاهم انحيازك كويس عشان ما تقعش في فخ التلاعب ده.
وهنا النوع التاني من أنواع التلاعب واللي اسمه Layered Manipulation Trap، فخ التلاعب متعدد الطبقات، يعني بيعمل تلاعب على مرحلتين. المرحلة الأولى بنعرفها إنها بتبقى فخ لما ما توصلش لمنطقة اهتمام واضحة، والمرحلة الحقيقية بتوصل لمنطقة اهتمام على فريم عالي، وتكون رابط الفريمات كويس عشان تطلع انحياز واضح. بعد التلاعب الحقيقي هتلاقي السعر صعد للأعلى ووصل لأهدافه، وأخد سيولة كل الناس اللي كانت بايعة وفاكرة إن الاتجاه هابط. تمام؟ ده النوع التاني. ندور على مثال عملي للنوع الثالث. وكل الأمثلة اللي بنشوفها هي أمثلة عشوائية. هنا مثال عملي واضح للنوع الثالث. هنا في accumulation تجميع يسمى Trap Accumulation X اللي شرحته في الحلقة اللي فاتت عن أنواع التجميع الأربعة. ضروري تتفرج عليها لو ما اتفرجتش عشان تربط المراحل ببعض. وهنا بعدها حصل تلاعب للأعلى، وهنا ركز معايا هتلاقي إن السعر بعد التلاعب صحح للأسفل، وكان في دخولات بيع هنا، وإحنا هنا على فريم 15 دقيقة، ولو نزلت على فريم 5 دقايق هتلاقي إنه وفر لك تأكيد للدخول، لكن فجأة صعد للأعلى وأخد سيولة الناس اللي باعت من القمة، وهنا صعد تاني وعمل مرحلة التلاعب الحقيقية واللي اسمها False Break Manipulation، بالعربي تلاعب الاختراق الكاذب. وهنا عشان تتجنب النوع ده بتدور على SMT، وده زوج الباوند دولار اللي أكيد عمل SMT مع اليورو دولار، واليورو دولار حافظ على القمة. فزي ما شرحت في بداية الحلقة، قبل دخول أي صفقة تستنى السعر يعمل SMT، بعدها تدخل الصفقة بأمان. بعدها هبط للأسفل بقوة لمرحلة التوسع Distribution، وهو ده المثال العملي للنوع الثالث من أنواع التلاعب. كلها أنواع حقيقية، واللي بشرحه ليكم فعلا بيحصل بالملي، وأنا شرحت ليكم الأربع أنواع دول عشان تقدروا تتعاملوا مع السوق وتقللوا من خسائركم. نشوف مثال تاني أوضح للنوع الثالث. يلا نشوف مثال تاني أوضح، بعدها نشوف مثال لآخر نوع، ونختم الحلقة بالمفاجأة اللي قلت لكم عليها في أول الحلقة دي. هنلاقي هنا مثال تاني واضح أهو للنوع الثالث اسمه False Break Manipulation، فخ التلاعب الكاذب. بص هنا هتلاقي السعر عمل نوع آخر تاني من أنواع التجميع Accumulation، واسمه Compression Accumulation Geared Expansion، التجميع بشكل تدريجي وبشكل صعودي. كنت شرحتها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت من أنواع التجميع، اتفرج عليها لو حابب تعرف تفاصيل أكتر، واللي أكيد لازم تشوفها. المهم إنه نوع من أنواع الأكيوموليشن. بعدها حصل تلاعب للأسفل زي ما انت شايف، لكن التلاعب ده ذاته فخ. انت كمتداول باور اوف 3 لازم تستنى SMT قبل أي دخول عشان دخولك يكون آمن. المهم إن قاع التلاعب ده وهمي مش تلاعب حقيقي. السعر نزل، اخترق قاع التلاعب الوهمي وعمل مرحلة التلاعب الحقيقية واللي اسمها False Break Manipulation، واللي هو يعني التلاعب على مرحلتين، مرحلة أولى وهمية، والمرحلة التانية مرحلة تلاعب حقيقية. وهنا تفصيلة مهمة أكررها وهقول تاني، لازم تكون محدد انحيازك بشكل صحيح عشان ما تقعش في فخ التلاعب الأولاني. المهم هنا بعد مرحلة التلاعب التانية السعر انعكس فورا للأعلى بقوة زي ما انتوا شايفين، رهيب بصراحة. السعر هنا بيصعد وياخد سيولة كل الناس اللي باعت عند القمم هنا. ده مثال عملي واضح للنوع الثالث اسمه False Break Manipulation، واللي هو التلاعب على مرحلتين، تلاعب وهمي وتلاعب حقيقي، وشرحت ازاي نفرق بين الاتنين. تعالوا ناخد مثال عملي على آخر نوع
ونختم الحلقة بالمفاجأة اللي كلمتكم عنها. عندنا هنا مثال واضح لآخر نوع من أنواع التلاعب. هنلاقي هنا تجميع accumulation. بعد مرحلة التجميع دي السعر بيعمل تلاعب للأعلى، وهنا محتاجين نركز جدا يا شباب، عشان النوع ده مهم جدا وخطير في نفس الوقت، وكتير منكم بيقع فيه، وأنا كنت منهم على فكرة. كنت بقع في الفخ ده لحد ما اشتغلت عليه وطورته وبقى واضح، وخساري بقيت قليلة على النوع ده. النوع ده من أنواع التلاعب اسمه Bleeding Manipulation Trap، واللي فيما معناه تلاعب الاستنزاف، يعني بيستنزفك لحد ما تحس إنه مفيش فايدة، وفجأة مرة واحدة ينطلق في الاتجاه اللي انت أصلا كنت متوقعه صح، وتقعد تجلد في نفسك، ياه لو دخلت من هنا كنت كسبت $1000، وتبدأ توهم نفسك وكده. المهم نركز، هنا عمل تلاعب أول مرة، والسعر أوهم المتداولين إنه هابط، ولو نزلت لفريم 5 دقايق هتلاقيه موفر لك تأكيد دخول، لكن ده فخ، وحوريك دلوقتي ازاي. هنا هتلاقي السعر أخد سيولة قمة التلاعب دي وعمل تلاعب للمرة التانية، وهنا نفترض على سبيل المثال إنه عمل SMT، وفعلا هتلاقي السعر موفر لك تأكيد دخول بالتمام والتمام، وكل أمورك تمام، لكن لا، تتفاجأ إنه عمل تلاعب للمرة التالتة، وهنا أنت بتفقد الثقة في الاتجاه الهابط. وأنا عارف إن كتير منكم وقع في المصيدة دي، وكنت بشوف في جروب التليجرام إن ناس كتير بتقع فيها، وحبيت أشرح لكم النوع ده لأني متأكد إنه هيطور مستواكم بشكل قوي. المهم هنا عمل تلاعب للمرة التالتة، ولازم عشان نتفادى الفخ ده نعمل حاجتين: واحد، نفهم الانحياز صح، شرحت ده قبل كده وهشرحه تاني في الحلقات الجاية بشكل عميق. اتنين، نحدد مناطق الاهتمام على فريمات كبيرة زي اليومي والأربع ساعات فقط لو انت عايز نظرة قوية للانحياز، وفريم الساعة يكون في آخر الاعتبار. هنفترض مجرد افتراض إن السعر وصل لمنطقة اهتمام على فريم عالي، وليكن فير فاليو جاب مجرد افتراض، وفجأة المؤسسات بتماكس فورا للأسفل بعد ما جمعت أكبر قدر من السيولة، سواء الناس اللي داخل بيع أو شراء كلهم اتصفوا في النهاية، والكسبان هو اللي اتعلم مني النوع ده من علم التلاعب بعد ما السعر هبط للأسفل. هتلاقي هنا لو حبيت تدخل في النوع ده، السعر بعد كل المراحل دي وفر لك تأكيد دخول اسمه Imbalance Fair Value Gap، وده من أقوى أنواع الدخولات فعلا، وكنت شرحت الأنواع في حلقة أنواع الدخولات، اتفرج عليها. ولو هتدخل من هنا، ووقف الخسارة يكون فوق القمة دي، وتعمل حساب للسبريد، وتستهدف القاع تحت، ويكون كافي جدا تستهدف قاع التجميع اللي تحت، وبكده نبقى دخلنا الصفقة دي بأمان.
وبعد ما فهمنا النوع ده من أنواع التلاعب زي ما انتوا شايفين كده، هو ده شكل التلاعب الحقيقي في الأعلى بعد ما السوق أوهم الناس بالتلاعب الوهمي. وتفصيلة مهمة لو عاوز تتفادى التلاعب الوهمي، شوف السعر بعد ما يعمل تجميع accumulation وحدد مناطق الاهتمام على فريمات عالية واستنى السعر يوصل لها. ملكش دعوة بأي حركة بتحصل في النص، سواء السعر بيوهمك بتأكيد دخول أو لأ. خليك هادي واستنى السعر يوصل لمنطقة الاهتمام اللي انت محددها، وبعدها دور على دخول براحتك. وطبعا ما تنساش تأكيد ال SMT. وبس كده، وبكده خلصنا التطبيق العملي للأنواع الأربعة. والحاجة اللي هتفرحني جدا هي دعمكم ليا على مجهودي فعلا، إن الحلقات اللي بنزلها بتنتشر، وأنا واثق إن معايا وحوش. شكرا جدا على دعمكم. والمفاجأة اللي كلمتكم عنها هي إن طالب منكم بعتي على الخاص واقترح عليا الاقتراح اللي في الصورة اللي قدامكم دي. خلاصة كلامه إننا نعمل نظام مجتمع زي تيم تحت إشرافي، ويكون تداول مجتمعي. بدل ما انت بتتداول لوحدك، لأ، انت هتتداول مع مجتمع بقيادتي أنا شخصيا. ومن كام يوم نزلت الكلام ده عشان أخد رأيكم في الاقتراح ده، وقلت في اقتراح جميل جدا اقترحه أحد الطلاب، وحبيت أشارككم بيه وأخد رأيكم فيه بصراحة. الفكرة إننا نعمل جروب مغلق وسري يكون مخصص فقط للناس الجادين فعلا اللي بيتداولوا على حسابات حقيقية. الجروب ده هيكون تحت إشرافي المباشر. أنا هكون معاكم بشكل مستمر، أراجع تحليلاتكم، أقول رأيي في الفرص اللي بتنزلوها، وصحح أخطائكم خطوة بخطوة. الهدف إننا نكون تيم تداول خاص، نحلل السوق سوا ونشتغل، وكل واحد منكم هيلاقي دعم وتشجيع مني في كل صفقة بيدخلها، لحد ما يوصل لمرحلة إنه يعتمد على نفسه بثقة ويكون متداول مستقل بنفسه. أما الجروب العام فهو زي ما هو، مخصص لتصحيح التحليلات والمتابعة والدردشة والرد على استفسارات الحلقات اللي بتنزل على اليوتيوب كالعادة. لكن الجروب المغلق هيكون للناس اللي فعلا عايزة تتطور وتتعامل بعقلية المتداول الحقيقي مش المتفرج. وخلوني أقول لكم سر، لو الجروب ده اتعمل فعلا هيكون فيه مفاجآت قوية جدا، مادية وتعليمية كمان. ودلوقتي عايز أعرف رأيكم بصراحة. مين شايف إن الفكرة دي قوية وحابب يكون جزء من المجتمع ده؟ لو لقيت اهتمام فعلي هأعلن عنها رسميا قريب على القناة العامة، ونبدأ نجهز لأول تيم تداول مغلق بقيادتي. وبالفعل لقيت إقبال كبير جدا على جروب الدردشة التعليمية على تليجرام. وخلوني أوضح لكم الفكرة اللي طرحتها قبل كده، فكرة المجتمع المغلق بقيادتي. المجتمع ده هيكون مختلف عن أي حاجة شفتوها قبل كده، لأننا هنشتغل فيه عمليا خطوة بخطوة سوا. إزاي هيكون شكل المجتمع؟ هنحلل مع بعض بشكل مباشر، هتشوفوا بعينيكم إزاي بفكر وأنا بحلل، وإزاي بقرر أدخل الصفقة وليه. أنتم كمان هتشاركوا بتحليلاتكم وهتناقشوا بعض، وأنا هدخل في النقاش ده وأوضح مين تحليله صح ومين يحتاج تصحيح. كل واحد فيكم هتابعه شخصيا، إمتى يدخل، إمتى يخرج، يتصرف إزاي. والنتيجة إنكم هتتعلموا وبتربحوا في نفس الوقت. لكن لازم نكون متفقين، ده مش مجتمع توصيات. أنا مش هقولك ادخل بيع أو ادخل شراء. المجتمع ده أعلى من كده بكتير، هو مجتمع تعلم واحتراف مش تبعية. كل تحليل بيعرض بيتراجع من خلالي، ونتعلم من بعض في نقاش منظم وهادف. هدفي من المجتمع ده إني أخرج متداولين محترفين فعلا. خلال 2 إلى 3 شهور من المتابعة داخل المجتمع هتلاحظ إن نفسيتك اتغيرت، وبقيت تعرف تتعامل مع الخسارة بدون خوف، وتستغل الربح بذكاء. وده لأننا بنتعلم نكون متداولين حقيقيين مش عشوائيين. وكمان في مفاجآت، حلقات خاصة حصرية لأعضاء المجتمع فقط، مسابقات وجوائز حقيقية داخل المجتمع. لكن علشان نضمن جودة المجتمع ووقت يروح للي يستحق فعلا، أنا محتاج أضمن إن كل اللي هينضم جاد وملتزم مش مجرد متفرج. وما شاء الله اقترحتوا علي اقتراحات كويسة جدا، وحاليا أنا بجهز للمجتمع ده. ولكن دخول المجتمع ده مش هيكون سهل، هيكون في شروط عشان تنضم للمجتمع المغلق ده. وتوضيح مهم، المجتمع ده مغلق وسري، ومش هينضم فيه إلا اللي مستوفي الشروط. يعني ممنوع المجتمع ده يتسرب،
ومن شروط دخول المجتمع المغلق هو إنك تكون دارس كورس باور اوف 3 الكامل اللي نزلته من شهرين تقريبا، وباقي الشروط حاعلن عنها على قناتي على تليجرام. لازم تنضم ليها وتستنى الإعلان والشروط الخاصة بالمجتمع المغلق بقيادتي وإشرافي. المجتمع ده هيكون سبب إنك تربح وفي نفس الوقت تتعلم وتتطور. ودلوقتي السؤال ليك، هل أنت متحمس تكون من ضمن المجتمع المغلق تحت قيادتي مباشرة ولا لسه مش جاهز؟ وبالبلدي كده تدي اقتراح المجتمع ده كام من 10؟ يا قوم اتبعوا المرسلين.